السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو واحد الخبيزات كيجيو معمرين، كيجيو لذاذين بزاف، طريقه التحضير سهله وكذلك المكونات. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. غادي ناخذ واحد المقيله، غنديروا فيها زيت الزيتون، غادي نزيدوا واحد البصله مشلضه صغيره، غادي نقليوها مزيان مع ديك الزويته. من بعد هنا غنضيفوا شويه ديال الكفته، كتبقى الكميه على حسب عدد الافراد اللي عندكم. وغادي نبدا نضيف التوابل، غادي ندير الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال السكنجبير، معلقه ديال البابريكا، هنا معلقه ديال بودره الثوم، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال القزبر يابس. كنخلط داك المكونات مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما غادي تشحرنا ديك الكفته مزيان، غادي نزيد هنا الفلفله الوان. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه، كل واحد داكشي اللي كيعجبو هو اللي غادي يدير. هنا انا درت الكفته مع الفلفله، تقدروا نتوما ديروا غير الكفته بوحدها، ولا ديروا الدجاج، ولا حتى غير الخضره مع الطون ولا بوحدها، حتى هما كيجيو زوينين. هنا من بعد ما تقريبا طاب، كنزيد هنا واحد معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نزيد كذلك معلقه ديال القزبر المعدنوس، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الحار اللي كيبقى اختياري. كنزيد هنا واحد 2 معالق ديال الصوجه، صافي. وهنا كذلك ما تصورتش يسمحوا لي، زدت واحد 4 ديال القطع ديال الفخوماج، كيزيدوا الحشوه واحد البنه اكثر. هنا غادي ندوز العجين ديالي وغادي نخليها ديك تبرد، الحشوه ديالي تبرد. بالنسبه للعجين هنا درت كاس ونص ديال الدقيق الابيض، غادي نزيد عليه هنا معلقه ديال خميره الخبز، وغادي نزيد كذلك هنا معلقه ديال السكر، وغادي نضيف واحد الكاس ونص ديال الماء دافي. غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي نخليهم حتى غادي يتفاعلوا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخلط هذوك الخليط ديالي، وغادي نغطي عليه كيف ما قلت لكم تقريبا 20 دقيقه. هنا من بعد ما اختمر ليا كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيف هنا واحد كاس ديال الفينو، وغادي نضيف كذلك كاس اخر ديال الدقيق الابيض حتى غادي يتجمع ليا العجين ديالي. غير بهذاك الماء اللي درنا في الاول هو اللي كنخدموا به وكنجمعوا به العجينه. صافي كنخليها حتى كتدلك مزيان. من بعد هنا غادي نزيد كذلك الملحه، وغادي نزيد واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنخليها باش كتدلك مزيان. هنا من بعد ما دلكات ليا العجينه ديالي مزيان، كنزيد واحد معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون بحراره ديال المطبخ، وكنعاود ندورها حتى كتدخل ديك الزبده في العجينه ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما دلكات ليا العجينه كتجي رطبه بحال هكا وكتجي خفيفه شويه،
غادي نقسمها كويرات صغارين، كيبقى الحجم على حسابكم نتوما. هنا كنشكلهم كويرات صافي. من بعد ما غنشكلهم كاملين غادي ندوز، غادي نبدا نبسط فيهم وحده بحده. كيبقى الشكل على حسابكم نتوما اللي بغيتو. انا درتهم هنا بشكل طولي، تقدروا ديروهم حتى لو بغيتوهم مقريصات ديروهم دائريين. هنا من بعد ما تنقرصها كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ الحشوه ديالي وغادي نحط كميه الماء، وغادي نجمع. هنا بغيتو تزيدوا مثلا ديروا الفرomاج تقدروا ديروه، انا اكتفيت غير بهذاك اللي درت في الاول، اللي درتو مع الحشوه من اللفت فاش كنت كنطيب فيها. وغادي نجمع العجين على هذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا. كنقرصها واحد شويه وكنحطها على جنب حتى غادي نديرها في المقيله ديالي. هنا سواء كتقدروا ديروهم في المقيله ولا كديروهم حتى في لاباراي ديال البانيني، كيجيكم اسهل، كيطيبوا في مره واحده. غادي ناخذ حشوه تاني وغادي نحطها في العجين صافي. وغادي نجمع العجينه ديالي. هنا كنجمعو مزيان باش ما غاديش تحل لينا. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. صافي غندوز المقيله غنديرها تسخن ديالي. من بعد ما غادي تسخن غادي ندهنها شويه بواحد الزويته ولا الزبده، وغادي نحط هذاك العجين اللي صاوبت. العافيه هنا تكون متوسطه، ما نديروهاش مجهده وما نديروهاش قليله بزاف. راه كيجيو زوينين بزاف، كيجيو خفافين وما كيجيوش فيهم البابه لداخل، والعجين ناجح. هنا كنقلبوا بعد ما كيتحمروا من الجهه الاولى، غادي نقلبوا للجهه الثانيه كيف كتشوفوا معايا صافي. وغنستمروا على هذه الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. وهما الخبيزات ديالي كيف كتشوفوا معايا وجدوا كيجيو رائعين لذاذين بزاف، وطريقه التحضير ديالهم كيف ما شفتوا سهله. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا لي الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. كيف كتشوفوا معايا محمرين من الجهتين. غادي نقطع معكم واحد وحده باش غتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كيف ما شفتوا ما كتجيش فيهم البابا، كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو لذاذ. ما تنساونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.